الحوادث اللي الواحد بقى بيسمع عنها أقسم بالله. الواحد بقى بيقول احنا خلاص احنا بقينا في آخر الزمان. القصة وما فيها إن بنت عندها 15 سنة وأبوها عنده محل بيشتغل فيه كل يوم. أبوها كل يوم في واحد بتوك توك بيوصله للمحل. الولد بتاع التوك توك ده قال له أنا عايز أتجوز بنتك. نشأت بينهم قصة حب فجأة كده. بنت لسه 15 سنة بتحب على نفسها وهي ماشية. أبوها قال لها استني يا بنتي لحد ما تتم السن القانوني وهجوزك. أبوها كده غلط في حاجة؟ والله ما غلط في حاجة. مجهزها أحسن جهاز، جايب لها الجهاز ومخليهولها لحد ما تتم السن القانوني وبعدين هيجوزها زي ما هي عايزة. تقوم البنت ايه بقى عاملة ايه؟ البنت ما يعجبهاش الكلام، لا ده انا لازم اتجوز حالا. قامت الهانم هي وبتاع التوك توك ابوه، مش هشتم، قامت هي وبتاع التوك توك متفقين انهم هيخلصوا على ابوها. جه في اليوم اللي بيوصلوا زي ما بيوصلوا كل يوم للمحل، قام مطلع اللي في جيبه وقام مخلص عليه. والهانم قامت جايبه ملايه من البيت ولفه فيها ابوها وقاموا رامينه في الترعه. بس يشاء ربنا والقدر علشان الحيوانه دي والحيوان التاني اللي ما تمرش فيه العيش والملح ان ربنا يكشفهم. ابوها طبعا بعد ما اترمى في الترعة الجثة ظهرت على وش المية، والاهالي عرفوا اللي حصل. والهانم بعد ما عملت اللي عملته ده راحة تفتح لايف قدام الناس وبتحط مكياج وبتقول انا عملت انجاز في حياتي النهاردة، ده انا راح اشتري تورتة عشان اكافئ نفسي. ايه الفجر اللي بقينا فيه ده؟ ايه إيه الزمن اللي احنا بقينا فيه ده؟ يعني انا افضل اربي عيالي ولا بنتي 20 سنة مثلا ولا 15 سنة وفي الاخر تخلص عليا عشان واحد ملوش اي 60 لازمة؟ احنا للدرجة دي وصلنا للفجر، يعني ابشع انواع الفجر كمان. ازاي؟ انا مش مصدقة. هو انتوا بتتعاطوا حاجة؟ انتوا شايفين ان انتوا بني ادمين طبيعيين عادي؟ ما أكثرها الأحداث اللي بتحصل اليومين دول. ابن خلص على أمه، بنت خلصت على أمها، بنت خلصت على أبوها. في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ إيه اللي حصل لنا وإيه اللي وصلنا له ده؟ ده على كده بقى الواحدة ما تخلفش أحسن، تفضل عايشة بطولها كده وتموت موتة طبيعية، بدل ما حياتها تنتهي على إيد بنتها ولا ابنها. إحنا للدرجة دي ما بقاش عندنا دين؟ الناس ما عادش عندها دين ولا رحمة بحد؟ حتى أبوكي وأمك ما عادش عندك رحمة بيهم؟ حتى يا ست لو هم مقصرين، ده ربنا قالك وبالوالدين إحسانا. هو انتوا ما بتقروش قرآن؟ ما عداش عليكم في حياتكم كده الآية دي؟ ايه ده؟ ايه القرف اللي بقينا فيه ده بجد؟ يعني ايه أب يفضل تعبان 10 سنين لحد ما ربنا يرزقه ببنت، وتيجي بعد كده البنت بعد ما يبقى عندها 15 سنة هي اللي تخلص عليه بإيديها؟ تخيلوا معايا الأب فضل 10 سنين نفسه في حتة عيل، ويوم ما يجيله حتة العيل ده يبقى هو السبب في موته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد بقى خلاص شعره شاب من كتر الأحداث اللي بقى بيسمعها اليومين دول. عادش فيه ولا تربية ولا دين ولا أخلاق ولا حياء عند البنات ولا عاد عندنا أي حاجة خالص. بقينا عايشين كده جهجهوني. ما عادش فيه قال الله وقال الرسول. ما عادش فيه. هنروح لحد فين؟ العقاب اللي عمال ينزل لنا من عند ربنا ده مش من شوية. هنقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل؟ اتقوا الله في عيالكم، واتقوا الله في ابهاتكم وامهاتكم. اتقوا الله، عاملوهم بالحسنى. ابوك او امك قاسيين عليكي، خديهم بالحسنى. قولي يا رب، رفضت امري ليك يا رب، ربنا هو اللي يجيب لك حقك.
إنما أنتِ اللي تروحي بنفسِك تاخدي حقِّك منّهم، تخلّصي عليهم، إيه ده! إيه القرف اللي بقينا فيه ده! ربنا يصبّر أهله وينتقم من الشيطانة دي، حسبي الله ونعم الوكيل.